شنو؟ يا مزمل اتكلم عليك، الله اتكلم يا مزمل. انت ما شايف يا اخي؟ ما تتكلم يا كلامك يا مزمل، وين الكلام؟ مزملاتية جنجويد رباطة ديل أصبجية هلوسة وعواط يا البدوي. أحمد البدوي اسمك مش يا أخي؟ أنتوا عليك الله اسمه أجندتكم اللي قاعدين تنفذوا فيها دي يا أهل الدويلة دي الأجندة اللي قاعدين تنفذوا فيها عشان يكتر الشعب السوداني ده. ما لكم على الانصرافي والله ورب الكعبة الانصرافي انت جزمة امتكم. والله الانصرافي ده زول وطني يا زول. والله كونه انت تذكر اسم الانصرافي بلسانك ده والله لسانك قذر يا هي انت. بس انا داير اعرف انت المشكلة في انه الانصرافي قاعد يقول في الحقائق بتاعتكم، ولا المشكلة في وجه الانصرافي؟ انتوا دايرين وجه الانصرافي شنو؟ الانصرافي ده الناس يتقبلوه كده، يتقبلوه صوت لانه صوت الحق، يتقبلوا كده. الناس اتقبلت الانصرافي بصوته، لكن انتوا الناس اول حاجه ما تقبلت اصواتكم وما تقبلت شخصياتكم. يعني الانصرافي ده حاجه كده عاليه، حاجه شامخه. ليه؟ لانه الناس تقبل الصوت، بس يتقبل الصوت وما معروف منه كويس. ده تاريخ الله ده ما معروف منه. انتوا معروفين وما تقبلكم الشعب السوداني. دي انت براك ما تخطها نقطه، دي براك ما تفكر فيها. انه زول هو اصلا ما معروف، مختبئ صوته، بس صوته وصورته ما واضحه للشعب. مع ذلك الشعب قبل الحق القائد يقول فوقه بغض النظر من انه يعرفوه منه ذاته كويس. والله حتى لا اكون مبالغا انا لا ارى الانصرافي هذا الا من القرون الثلاثه المفضله. الناس اتقبلته كده. في ائمه كتار ان احنا اتقبلناهم، ان احنا لقينا كتبهم بس وروايات عنهم اتقبلناهم كده كويس. هسه الانصرافي ده يعني احنا تقبلناه كشعب سوداني، تقبلنا كده لانه زول لا يخشى في الله لومة لائم كويس، وزول موحد الحمد لله سبحانه وتعالى. عرفناه انه موحد وقاعد يرد على المتصوفه زي ما انت كنت مدعي انك بترد على المتصوفه كويس. بعد بعض الملاحظات اللي عليه في انه بيسب الدين وما عارف يقول انه متعمد يسب الدين، دي حالات انفعاليه. واذا الحبيب اتى